السلام عليكم أبطال تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنشرح الجزء الثاني من الدرس الرابع اللي هو بعنوان مصر في عصري الأيوبيين والمماليك. إحنا في الجزء الأول وصلنا إلى خلفاء صلاح الدين الأيوبي. طب هم من خلفاء صلاح الدين؟ بيقول لك هم 4. أول واحد اسمه الملك العادل. وهو من الملك العادل؟ هو شقيق صلاح الدين الأيوبي الذي ورث ملك الدولة الأيوبية. طيب وتاني واحد هو الملك الكامل، والملك الكامل ده يبقى ابن الملك العادل. وتالت واحد هو الصالح نجم الدين أيوب، وهو ابن الملك الكامل، لأن زي ما قلنا في الجزء الأول إن أغلب الأسماء في ذلك الوقت هي أسماء مركبة. ورابع واحد والأخير هو توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب. طيب تعال بقى نشوف كل واحد فيهم عملية وكيف تصدى للصليبيين. بيقول لك عندما كان الملك العادل في الشام استغل الصليبيين ذلك وبعد الملك العادل عن مركز حكمه في القاهرة، فقاموا بإرسال الحملة الصليبية الخامسة. ثواني بقى يا مستر، هي مش المفروض تبقى الحملة الصليبية الرابعة؟ لأن احنا فاكرين إن في آخر الجزء الأول من الدرس قلنا إن وصلت الحملة الصليبية الثالثة، يبقى أكيد اللي هتبقى بعدها الحملة الصليبية الرابعة. هقول لك برافو عليك، انت كده مركز معايا. الحملة الصليبية الرابعة هي كانت جاية فعلا علشان تسترد بيت المقدس، ولكن بدل ما تاجي على بيت المقدس وبلاد المشرق الإسلامي اتجهت نحو القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، وانشغلت هناك بالعمليات العسكرية حتى تلاشت فكرة استرداد بيت المقدس. يلا الحمد لله هي راحت في داهية بعيد عننا. طيب والحملة الصليبية الخامسة كانت جاية برضه علشان تسترد بيت المقدس زي الحملة الصليبية الثالثة؟ هقول لك لا يا عزيز الطالب، المرة دي بقى الحملة الصليبية الخامسة كانت جاية على مصر. مصر؟ اشمعنى مصر يعني؟ هم مش متعودين يروحوا بلاد الشام علشان يستردوا بيت المقدس؟ هقول لك مظبوط، بس في هذه المرة أدرك الصليبيين إن مصر ترسانة العالم الإسلامي وقلعت التصدي لطموحاتهم في الاستيلاء على بيت المقدس والشرق. فقال لك الصليبيين بدل ما نروح كل مرة علشان نسترد بيت المقدس نلاقي الأيوبيين جايلنا من ناحية مصر ويهزمونا ويخلونا نفشل في تحقيق حلمنا، لا احنا المرة دي هنروح على مصر نفسها، وهي فرصة الملك العادل موجود في بلاد الشام. طيب ايه هي بقى أحداث الحملة الصليبية الخامسة؟ بيقول لك حاصر الصليبيين مدينة دمياط واستولوا عليها. سامع طالب ما يقول لي ثواني بقى يا مستر، أنا عندي سؤال، هي مش الحملات الصليبية بتاجي برضه من ناحية البحر المتوسط؟ هقول لك أيوة. طب ليه لما جم على مصر ما راحوش استولوا على مدينة الإسكندرية؟ ما هي برضه مدينة ساحلية وبتطل على البحر المتوسط وأقرب لهم من دمياط. هقول لك لأن هدف الصليبيين هم السيطرة على عاصمة الدولة الأيوبية اللي هي القاهرة، فدمياط هي أقرب للقاهرة من الإسكندرية. طيب لحد هنا كله تمام. فبيقول لك عندما علم الملك العادل بوصول الحملة الصليبية إلى مصر أسرع بالقدوم من الشام لصد الحملة، ولكن يتوفى في الطريق قرب دمشق. يعني كده الملك العادل ملحقش يواجه الحملة الصليبية الخامسة بالظبط كده، فخلفه ابنه الملك الكامل. والملك الكامل ده اسم مش على مسمى خالص، أنا دايما بحب أقول على الملك الكامل اسم الملك المتخاذل، وهتعرفوا ليه بقول عليه كده بعد شوية. لأن أول حاجة عملها الملك الكامل إنه أبدأ تساهلا مع الصليبيين وعرض عليهم تسليم بيت المقدس مقابل الانسحاب من دمياط. راح للصليبيين وقال لهم يا رأيكم مش انتوا بتتخانقوا على بيت المقدس، الأماكن المقدسة عندكم روحوا خدوها بس انسحبوا من دمياط. ولكن الصليبيين رفضوا وتقدموا في الدلتا باتجاه القاهرة. قالوا لا يا عم شكرا، احنا مش عايزين بيت المقدس، احنا هنستولى على مصر الأول. فسبحان الله في الوقت اللي هم جم فيه كان في فيضان في نهر النيل في مصر،
فالمصريين لما شافوا الصليبيين جايين من دمياط وفي اتجاههم على القاهرة قاموا فتحوا السدود والطرع وأغرقوا الأرض بالمياه، مما عزل الصليبيين عن قاعدتهم العسكرية بدمياط. الصليبيين شافوا إن هم كده بيجوا معزولين تماما عن السفن بتاعتهم والقاعدة العسكرية اللي في دمياط، ولا عارفين يروحوا ولا يجوا بسبب الفيضان والمية اللي عملها المصريين. طب ايه بقى نتائج الحملة الصليبية الخامسة؟ بيقول لك فشلت الحملة واضطر الصليبيين إلى الجلاء. طب الحمد لله. وبيقول لك كمان سمح الملك العادل للصليبيين بالرحيل دون قيد أو شرط، وعقد معاهم هدنة مدتها 8 سنوات. مش بقول لك الملك المتخاذل. تعال بقى نشوف الحملة الصليبية السادسة. والحملة الصليبية السادسة بقى مش كانت جاية من نفسها، امال مين اللي جابها؟ للأسف الشديد الملك الكامل نفسه. طب ازاي يا مستر؟ فهمني واحدة واحدة. بيقول لك ان كان في واحد اسمه المعظم عيسى. ومين المعظم عيسى ده كمان؟ ده يبقى اخو وشقيق الملك الكامل، وكمان كان ملك دمشق وحلب. فتقدر تقول كده ان الملك الكامل كان موجود في مصر والمعظم عيسى كان موجود في بلاد الشام. فبيقول لك انه حدث خلاف في البيت الايوبي بين المعظم عيسى والملك الكامل، وده يبقى صراع داخلي على الحكم. فيقوم المعظم عيسى يستعين بالخوارزميين. ومين الخوارزميين دول؟ الخوارزميين دول يا شباب دولة برضو مسلمة في بلاد الشام، وكانت تابعة للسلاجقة، وبعد كده انفصلت عنهم وكونت دولة لوحدها، يعني برضو اصلهم اتراك. طيب والملك الكامل هيستعين بمين؟ هم في غيرهم؟ اكيد طبعا الصليبيين. قام الملك الكامل ارسل الى فريدريك الثاني امبراطور المانيا. الحقني يا عم فريدريك، اخويا المعظم عيسى عايز يتخانق معايا. فطبعا فريدريك الثاني صدق ما لقيها فرصة وجات له على طبق من ذهب. طيب هنا في سؤال ربط مهم جدا، عايز طالب ذكي كده يجاوب لي عليه. والسؤال بيقول يتشابه الخلاف بين الملك الكامل والمعظم عيسى في الاستعانة بالقوة الخارجية بين نقط ونقط. بين مين ومين بقى؟ فكر معايا كده هبسطها لك. كان بين اتنين في اواخر الدولة الفاطمية. سامع طالب ذكي جدا بيقول لي ايوه فعلا يا مستر، ده نفس اللي حصل بين الوزيرين شاور ودرغام. لما شاور عمل زي المعظم عيسى لما راح استعان بقوة مسلمة اللي هو نور الدين محمود، ودرغام عمل زي الملك الكامل لما راح واستعان بالصليبيين اللي هو عموري ملك بيت المقدس. طيب لحد هنا كله تمام. ايه بقى احداث الحملة الصليبية السادسة؟ بيقول لك جاءت الحملة الى الشام بقيادة فريدريك الثاني امبراطور المانيا، ولكن كانت حصلت حاجة غيرت كل الاوضاع. خير حصل ايه تاني؟ بيقول لك كانت الاوضاع قد تبدلت بعد مقتل المعظم عيسى، واصبح الملك الكامل سلطانا على مصر والشام بلا منازع. المعظم عيسى نفسه اتقتل وما بقيش في اي خلاف او حد واقف قصاد الملك الكامل، وبيجي هو السلطان على مصر والشام بلا منازع. طب والملك الكامل هيعمل ايه بقى مع فريدريك الثاني؟ بيقول لك قام الملك الكامل بالتفاوض مع الامبراطور فريدريك نتيجة لإلحاحه حفاظا على موقفه امام البابا في روما. اول ما وصل فريدريك الى الشام قال له الملك الكامل شكر الله سعيك وما نجلكش في حاجة وحشة، خلاص اخويا المعظم عيسى اتقتل، خد جنودك واتكل على الله ربنا يصلح حالنا وحالك. قال له ازاي يا كامل احنا بنهزر وليا؟ يعني انا جاي لك من اخر الدنيا من المانيا وانت تقول لي اخويا المعظم عيسى اتقتل؟ لا انا ماليش دعوه، اتصرف شوف لي اي حاجه، انا كده مش هقدر اوري وشي للبابا في روما. طب ايه اللي يرضيك يا عم فريدريك؟ اقول لك خد بيت المقدس، قليل عليك خد معاه كمان بيت لحم، يلا افضل اماكن في فلسطين كلها مش خساره فيك، بس بالله عليك ابقى سيب لنا المسجد الاقصى، يعني لو حبينا نصلي الجمعه هناك ولا حاجه. الله يخرب بيتك يا ملك يا كامل، ضيعت تعب وشقى صلاح الدين الايوبي في قعده واحده. يبقى نتائج الحمله الصليبيه السادسه هو ابرام الطرفان الملك الكامل وفريدريك الثاني. صلح عرف بمعاهده يافا. طب ومعاهده يافا بتقول ايه؟ بيقول لك تنص على تسليم بيت المقدس وبيت لحم للصليبيين ويبقى للمسلمين منطقة المسجد الأقصى. طبعا هذه المعاهدة أثارت غضب المسلمين لتفريط السلطان الكامل في بيت المقدس، ففضل المسلمين يدعوا على الملك الكامل لمدة
عام كامل لحد ما توفى بمرض السل، وتولى ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب. والملك الصالح كان عكس أبوه الملك الكامل تماما، قال ما ينفعش الصليبيين يبقوا موجودين في بيت المقدس. طب وهتعمل ايه يا ملك يا صالح؟ قال لك انا هتحالف مع الخوارزميين زي ما عمل عمي المعظم عيسى، وانا والخوارزميين نخرج الصليبيين من بيت المقدس. وبالفعل ده اللي حصل. فبيقول لك استطاع الخوارزميين انصار الملك الصالح نجم الدين ايوب استرداد بيت المقدس مرة اخرى من يد الصليبيين. طب تفتكر الصليبيين هيسكتوا على اللي حصل ده؟ اكيد طبعا لا. فده كان سبب ارسال الحملة الصليبية السابعة على مصر. ايه ده؟ يعني الحملة الصليبية السابعة جات على مصر زي الحملة الصليبية الخامسة؟ بالظبط كده. طب هو مين اللي جيه في الحملة الصليبية السابعة؟ هو لويس التاسع ملك فرنسا. طب وايه هي احداث الحملة؟ فاكرين اللي حصل في الحملة الصليبية الخامسة؟ تقريبا نفس اللي حصل في الحملة الصليبية السابعة. وصلت الحملة الى دمياط، نفس اللي حصل في الحملة الصليبية الخامسة. وكمان الملك الصالح نجم الدين ايوب كان في الشام، واول ما سمع بيها اسرع الى مصر وتوفى في الطريق. طيب وبعد وفاة الملك الصالح بيقول لك زوجة الصالح نجم الدين ايوب واللي كان اسمها شجرة الدر قامت بدور بارز حفظوا لها التاريخ. عملت هي يعني اخفت خبر وفاة زوجها. طب وهي عملت كده ليه؟ علشان ما تضعفش عزيمة الجنود وارواحهم المعنوية لما يعرفوا ان الملك والسلطان بتاعهم متوفى وهم داخلين على حرب مع الصليبيين. طب والله ذكية. وكمان استدعت ابنه طوران شاه، وطوران شاه ده كمان يبقى ابن شجرة الدر؟ لا، هو ابن الصالح نجم الدين ايوب بس من زوجة تاني. طيب وايه اللي حصل في مصر؟ بيقول لك جارت الاستعدادات على قدم وساق داخل المعسكر الاسلامي انتظارا لقدوم الصليبيين. المسلمين قاعدين ومنتظرين الصليبيين. طب هم الصليبيين جايين منين؟ لسه جايين لنا يا مستر ان هم جايين من ناحية دمياط، وهم بقى جايين من دمياط في اتجاه القاهرة وصلوا الى مدينة اسمها المنصورة. ففي المنصورة اصبحت ساحة لحرب الشوارع بين المسلمين بقيادة الامير بيبرس البندقداري، وهو احد امراء المماليك، واستطاع هزيمة الصليبيين بقيادة لويس التاسع. طب ايه هي نتائج الحملة الصليبية السابعة؟ بيقول لك فشلت الحملة وأسر الملك لويس التاسع بعد معركة فرسكور بقيادة طوران شاه، وثيقة مكبلا بالأغلال إلى السجن. وبعد كده عقد الصلح بين طوران شاه والصليبيين، وتم العفو عن لويس التاسع بعد دفع نص الفدية. وبعد الحملة الصليبية السابعة في عام 648 هجرية 1250 ميلادي هيتم سقوط الدولة الأيوبية بعد مقتل آخر ملوكها المعظم طوران شاه. طب هو مين اللي هيقتل طوران شاه؟ هم المماليك بسبب معاملته السيئة لهم. وبكده هينتهي معانا دور الدولة الأيوبية وهيبدأ معانا دور الدولة المملوكية. طيب وهم مين المماليك أصلا؟ المماليك هم عبيد بيد البشرة كانوا بيتباعوا وهم أطفال في الأسواق من بقايا الحروب، يعني أسرى الحروب. فكان أمراء وملوك الدولة الأيوبية بيشتروهم ويجعلوهم من خدمهم. وكمان بسبب قوتهم الجسمانية كانوا بيلتحقوا بالجيش ويصبحوا قادة عسكريين. وبيقول لك إن المماليك بينقسموا إلى نوعين، نوع بنقول عليه المماليك البحرية ودول أتراك، وهم مماليك السلطان الصالح نجم الدين أيوب والمقر بتاعهم هي قلعة جزيرة الروضة. والنوع الثاني بنقول عليه المماليك البرجية ودول جراكسة، وهم مماليك السلطان المنصور قلاوون والمقر بتاعهم أبراج قلعة الجبل. طيب ومين أول من حكم الدولة المملوكية؟ بيقول لك هي شجرة الدر. شجرة الدر؟ مش شجرة الدر هي اللي كانت زوجة الصالح نجم الدين أيوب؟ هقول لك أيوة. وبعد وفاته ومقتل ابنه طوران شاه وإسقاط الدولة الأيوبية وإعلان الدولة المملوكية قامت شجرة الدر بإعلان نفسها سلطانا على مصر والشام، وفضلت في الحكم لحد ما الخليفة العباسي المستعصم بالله في بغداد بعت رسالة مع يقول لهم فيها إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسير إليكم رجل يحكمكم. يعني من قلة الرجال ما لاقيينش راجل يحكمكم؟ طب قولوا لنا
نبعت لكم راجل من عندنا. فهنا شجرة الضر رأت انه ما ينفعش تبقى هي الحاكمة على مصر والشام. طب هتعمل ايه يا شجرة الضر؟ بيقول لك ان شجرة الضر لجأت الى حيلة ذكية، وهي انها تتزوج من احد المماليك ويبقى هو السلطان والحاكم، وهي من وراء الستار تبقى بتدير وتسيطر على الشؤون في مصر. طب وهتتجوز مين يا شجرة الضر؟ قالت لك هتجوز عز الدين ايبك، واللي هيلقبوه بعد كده بالمعز. وبيقول لك استأنفت دولة المماليك بعنصريها البحرية والبرجية كل طاقتها، وسخرت إمكانياتها البشرية والمادية لتطهير بلاد الشام من الوجود الصليبي وصد هجمات المغول. ثواني بس عشان نفهم. أولا ازاي هيطهروا بلاد الشام من الوجود الصليبي؟ انت مش قلت لنا يا مستر ان صلاح الدين الأيوبي في عام 583 هجرية هزم وطرد الصليبيين من بيت المقدس بعد معركة حطين؟ هقول لك ايوه، هو طردهم من بيت المقدس، بس برضه في بعض الاماكن في الشام كان موجود فيها صليبيين، فقام المماليك بتطهير الوجود الصليبي في كل بلاد الشام. طيب دي وعرفناها، هي بقى حكاية صد هجمات المغول. هم من اصلا المغول؟ هو احنا ناقصين؟ احنا لسه خالصين من الصليبيين. بيقول لك في ذلك الوقت ظهرت قوة جديدة اسمها المغول. طب هم ظهروا فين؟ بيقول لك ظهروا في بلاد شرق آسيا، وكان عددهم كبير جدا، وقضوا على دول كتير زي الصين وغيرها من دول شرق آسيا لحد ما وصلوا إلى بلاد المسلمين، وبقي الخطر المغولي على العالم الإسلامي. وكان القائد بتاعهم واحد اسمه هولاكو، واستطاع هولاكو دخول بغداد عاصمة ومركز الخلافة العباسية وتدميرها، وكمان قتل الخليفة العباسي المستعصم بالله. وبعد كده تقدم إلى بلاد الشام واستولى على حلب ثم دمشق، وبكده تبقى مصر هي آخر معقل للمسلمين. لو تم تدمير مصر زي العراق وبلاد الشام بكده هيبقى تم فناء المسلمين عن بكرة أبيهم، ما هيبقاش في مسلمين تاني خلاص. طيب تعالى كده هنرجع لمصر ونشوف ايه اللي حصل هناك في ذلك الوقت. بيقول لك قتلت شجرة الضر زوجها عز الدين ايبك، وقتلته ليه؟ لانها شكت انه بيخونها. وبعد ما عرفوا المماليك قاموا قتلوا شجرة الضر. طب مين اللي هيحكم بعديهم؟ بيقول لك وصى عز الدين ايبك قبل قتله ان اللي يحكم بعده ابنه المنصور علي، بس المنصور علي كان صغير السن، واحنا داخلين على اكبر خطر هيواجهوا المسلمين في حياتهم. ده المغول دمروا بغداد واستولوا على حلب ودمشق وداخلين علينا. فقالوا له يلا يا علي يا بابا روح العب مع العيال. يا ام علي بالله عليك خدي علي علشان داخلين على حرب مع المغول. فتم تعيين الامير سيف الدين قطز اتابكا له ونائبا للسلطة. طيب لحد هنا كله تمام. بيقول لك بعد ما اصبح الحاكم والسلطان لمصر سيف الدين قطز ارسل هولاكو رسالة تهديد الى قطز مع يقول له فيها: من ملك الملوك شرقا وغربا القاني الأعظم هولاكو، ليعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته في الديار المصرية إن نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه، فلكم بجميع البلاد معتبر وعن عزمنا مزدجر، فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى، وقد سمعتم إننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، فالحصون لدينا لا تمنع والعساكر لقتالنا لا تنفع، فاتعظوا بغيركم وأسلموا لنا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ. تخيلوا معايا هذه الرسالة وهي بجراها رسل هولاكو على سيف الدين قطز. تفتكر قطز هيعمل ايه بعد ما سمع الكلام ده؟ سامع حد بيقول لي المفروض يسلم نفسه ويتجي شر المغول، هو احنا كد المغول. بس قطز ما عملش كده. سيف الدين قطز عمل اللي ما قدرش يعمله اي ملك او سلطان دولة مع المغول. عملية يعني اول حاجة عملها هي انه عقد اجتماع مع امراء المماليك وعلماء
علماء الدين في مصر لرفع الروح المعنوية لمواجهة المغول مهما كلف مصر من تضحيات. وكمان أخذ برأي الشيخ المعز بن عبد السلام في أمر جمع الأموال لإعداد الجيش للجهاد، فأقر يأخذهم من الأمراء والأسرياء أولا ثم من الرعاية، وعلشان يقوي عزيمة الجنود وينزع من قلبهم الخوف والمهابة من مواجهة المغول، أمر بقطع رؤوس جميع رؤوس الهولاكو وتعليقها على باب زويلة في القاهرة إلا واحد منهم، علشان يبعت معاه رسالة تهديد لهولاكو علشان يوضح له ان احنا مش خايفين منه ولا من جيشه، وكمان مش هنستنى لحد ما يجينا جيش المغول لحد مصر، لا احنا هنطلع ونقاتله في فلسطين. فبيقول لك نادى العلماء على المنابر بالخروج دفاعا عن البلاد، فالتحق بالجيش المصري كل قادر على حمل السلاح، ولم يهتز شعب مصر وجيشها بالحرب النفسية التي حاول المغول نشرها، بل خرجوا لملاقاة العدو خارج حدود مصر عند عين جالوت. ومعركة عين جالوت هي من أهم المعارك التي خاضها المسلمين، وهي أهم معركة خاضها المماليك، لأنها كانت معركة فاصلة بين المسلمين والمغول. لو انهزم المسلمين بكده هيبقى انتهى الإسلام بشكل نهائي. طيب إيه بقى أحداث معركة عين جالوت؟ بيقول لك خرج قطز على رأس الجيش من مصر إلى الشام في اتجاه عين جالوت بفلسطين، ولكن قبل ملاقاة المغول ذهب للصليبيين واتفق معاهم على الالتزام بالحياد والسماح لقواته بالمرور عبر الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها. قال لهم احنا مش عايزينكم تبقوا معانا ولا ضدنا، احنا بس عايزينكم تلتزموا بالحياد وتسمحوا لنا بالمرور في الأراضي التي تسيطرون عليها. وبعد كده التقى الجمعان المغولي والإسلامي في عام 1260 ميلادي عند عين جالوت، وفي بداية الأمر انقض المغول على المسلمين، فظهر الاضطراب بين صفوف المسلمين حسوا انهم هيتهزموا، وهنا تظهر شجاعة وقوة القائد المظفر سيف الدين قطز عندما رمى خوسته من على رأسه على الأرض وصرخ بأعلى صوته اللهم انصر عبدك الفاني قطز وإسلامه، وقاد الهجوم بنفسه على المغول، والتفت حوله القوات المسلمة، ففقد المغول صوابهم وتكبدوا خسائر جسيمة، وقتل قائد الجيش المغولي كتبغة ومعظم جيشه، ولجأ الباقون إلى الفرار. طيب إيه بقى نتائج معركة عين جالوت؟ بيقول لك هزيمة المغول هزيمة ساحقة، والقضاء على أسطورة إن الجيش المغولي لا يقهر، وكمان رفع الروح المعنوية للمسلمين ورد اعتبار الشرق الإسلامي بعد سقوط الخلافة العباسية على يد المغول، وأصبحت مصر والشام دولة واحدة تحت حكم المماليك، وأعطتهم سمعة إسلامية كبيرة، وكمان أنقذت الحضارة الإسلامية والإنسانية من الاندثار، لأن المغول عناصر مخربة ومدمرة. ولكن وللأسف الشديد بعد معركة عين جالوت يتقتل القائد المظفر سيف الدين قطز. ومين اللي قتله؟ المغول؟ يا ريت، اللي قتله دراعه اليمين الظاهر بيبرس، وقتله ليه؟ علشان يتولى الحكم مكانه. وبالفعل ده اللي حصل، وقع اختيار المماليك على الظاهر بيبرس، والذي استكمل الدور الحربي ضد الصليبيين والمغول. طيب والسلطان الظاهر بيبرس عمل ايه مع الصليبيين؟ بيقول لك استطاع ان يسترد امارة انطاكيا. يا مستر، مش امارة انطاكيا اللي استولى عليها الصليبيين في الحملة الصليبية الاولى؟ ايوه هي. وكمان استطاع يستولى على حصن الكرك وارسوف ويافا، وكمان مهد للاستيلاء على طرابلس. طيب عملية مع المغول؟ بيقول لك استطاع أن يردهم خائبين بعد أن أرادوا الصقر لهزيمتهم في معركة عين جالوت، وزحفوا بقيادة أبغة على عدة مناطق، وكمان استطاع أن يهزمهم هزيمة ساحقة بعد تحالفهم مع السلاجقة ضده في معركة الأبلستين. طيب ومين اللي يحكم مصر بعد الظاهر بيبرس؟ بيقول لك واحد اسمه السلطان المنصور قلاوون، وبرضه واصل الحرب ضد المغول والصليبيين، بيقول لك استطاع يتصدى للمغول ويهزمهم في معركة حمص عندما خرج له القائد أبغى بنفسه على رأس جيش كبير من المغول، وتحالف معه ليو الثالث ملك أرمينيا الصغرى، وكمان استطاع في حربه ضد الصليبيين انه يستولى على حصن المركب، وكمان يسترد إمارة طرابلس. يبقى اللي مهد لاسترداد إمارة طرابلس الظاهر بيبرس، واللي استردها المنصور قلاوون، وكمان مهد للاستيلاء على عكا، واللي
هيستولي عليها ابنه اللي حكم بعده السلطان الأشرف خليل ابن قلاوون. فبيقول لك حاصر مدينة عكا أكثر من شهر وهدم معاقلها واستولى عليها، فهرب الصليبيين إلى جزيرة قبرص واتخذوها ملجأ لهم، وكمان أسقط مدن أخرى مثل صور وصيدا وطرسوس. وبكده يبقى انتهى الوجود الصليبي بشكل نهائي من بلاد الشام، واللي حكم بعده ابنه السلطان الناصر محمد ابن قلاوون. وعمليا الناصر محمد ابن قلاوون بيقول لك واصل الجهاد ضد المغول وتولى قيادة جيوش مصر والشام في معركة الصفر، واستطاع هزيمة المغول، فلم يستطيعوا بعدها الاعتداء على ديار المسلمين. وكمان عقد المغول صلحا معه. واخر سلطان هناخده في الدولة المملوكية وهو السلطان الاشرف برسباي. وعملية برسباي بيقول لك واصل الجهاد ضد الصليبيين. ثواني بقى يا مستر، احنا مش لسه قايلين انه انتهى الوجود الصليبي في بلاد الشام وهربوا الى جزيرة قبرص في عهد الاشرف خليل ابن قلاوون؟ هقول لك ايوه، بس الصليبيين اتخذوا من جزيرة قبرص مركزا جديدا للاغارة على السواحل العربية بعد خروجهم نهائيا من الشام. فبيقول لك هاجم الصليبيين الاسكندرية اثناء صلاة الجمعة وقاموا بتدمير البيوت والمساجد ونهب الاسواق والاعتداء على النساء والاطفال. الظاهر كده ان الصليبيين مش ناويين يجيبوها البر، فطبعا هذه الاعمال اثارت غضب السلطان برسباي، فارسل حملات بحرية الى قبرص، ونجح الجيش المصري في هزيمة جانوس ملك قبرص واسره مع مئات من جنوده الذين نقلوا الى مصر ليزفوا في شوارع القاهرة. ولم يطلق سراح ملك قبرص الا بعد دفع فدية كبيرة من المال، وبذلك نجح برسباي في اخضاع معقل صليبي مهم وهو جزيرة قبرص. وبيقول لك كمان ظلت قبرص تدفع الجزية للمماليك الى ان دخلوا العثمانيين مصر عام 1517 ميلادي. وكمان دانت جزيرة رودس بالولاء والطاعة للمماليك عن طريق الاتفاقيات السلمية. وبكده يا شباب يبقى شفنا كيف استطاعت الدولة المملوكية القضاء بشكل نهائي على خطرين كبيرين هما الخطر الصليبي والمغولي على المشرق الإسلامي. وبكده برضه يبقى خلصنا الدرس الرابع والأخير في الوحدة الثالثة. انتظرونا إن شاء الله قريبا هننزل لكم مراجعة على الوحدة بشكل كامل. فعلشان كده يا أبطال ما تنسوش تشتركوا في القناة وكمان تفعلوا زر الجرس علشان أول ما ننزل المراجعة وباقي المنهج إن شاء الله تعرفوا على طول وتشاهدوه. واشوفكم على خير والسلام عليكم.